السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة عاملين مع بعض فراخ مشوية من غير ولا فحم ولا دخان ولا شواية ولا فرن كمان، على البوتاجاز كده من فوق بطريقة سهلة جدا، حاجة كده في السريع، والتتبيلة بسيطة وسريعة والطعم خطير. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطيلي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. نصلي كده الأول على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت معاكم فيديو عن ميزانية الفراخ. بأقل من 1000 جنيه عملنا أكتر من 10 وجبات، كل وجبة منهم تكفي أسرة من 6 أفراد، ودي وجبة من الوجبات فراخ الشيش المشوية. هسيب لكم ان شاء الله كده لينك الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان التقسيمة بتاعته جميلة جدا، وزي ما بقولك اكتر من 10 وجبات لأسرة من 6 افراد. الاول كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي. انا معايا كده فرخة مقسماها على 14 قطعة. انا هتبل التتبيلة للفرخة كلها على بعضها، وبعد كده هقسمها على جزئين. جزء هنستخدمه دلوقتي، والجزء التاني هحتفظ بيه في الفريزر اطلعه على التسوية على طول. طيب، التتبيلة بسيطة قوي زي ما قلتلك. معلقة صغيرة من البصل البودر، الثوم البودر، الروزماري، الزعتر، الجنزبيل، ملح والفلفل. بس الزعتر حاولي كده تفركيه بايدك علشان يطلع النكهة بتاعته كده، يبقى الريحة بتاعته قوية. معايا كده معلقتين كبار من الكاتشب، عايزة تستخدمي حامي او بارد براحتك، انا مستخدمة بارد عشان الاولاد. ومعايا معلقة كبيرة من خل التفاح، تقدري تستخدمي الخل الابيض العادي، بس خل التفاح بجد والله بيفرق في التتبيلات. انا بجيب الازازة كده وباخد منها معلقة كبيرة في التتبيلة، وبحتفظ بيها في التلاجة. ما تسيبيش الكاتشب او المايونيز او الخل التفاح او الصوصات، صويا صوص او دبس الرمان بره التلاجة، الحاجات دي بتتشال في التلاجة. ممكن تبدلي الكاتشب بمعلقتين من الصلصة اللي هي بتبقى صلصة المعلبات، وحطينا معلقة كبيرة من الزيت ومعلقتين من الصويا صوص. نبتدي بقى اللي احنا نقلب البهارات كويس قوي لحد ما البهارات كلها ما تدوب مع بعض، وهننزل بيها بقى على قطع الفراخ. الفرخة دي انا مقطعاها 14 قطعة ومفتحة كده، شايلة الجلد عن اللحم رفعاه، وبفتح بالسكينة في اللحم. وابتديت اللي انا حطيت كمان نص عصير ليمونة، وابتديت اللي انا اقلبهم كلهم كده على بعض، وسبتها في التلاجة اقل مدة تسيبيها ساعة. تسيبيها بقى قبليها بليلة براحتك، بس اقل مدة تسيبيها بساعة. وطبعا شلت 7 قطع، حطيتهم في طبق كده فل، وقفلتهم كويس ودخلتهم الفريزر. دول بقى يطلعوا على التسوية على طول ان شاء الله. طب نيجي للتسوية. معايا طاسة، صينية، حلة، تكون المهم ما بيلزقش فيها الأكل، ما فيهاش ولا مادة دهنية، مسخناها كويس قوي. بنزل بقطع الفراخ من ناحية الجلد الأول، بتسمعي بقى كده صوت التش بتاعتها، وتسيبيها لحد ما تاخد لون الشوي. أول ما بتاخد لون الشوي بتكوني محضرة جنبك مية سخنة بتغلي. أول ما بتاخد اللون بتنزلي بالمية، نص الصينية مية. يعني بصوا، انا ما غطيتش الفراخ بالمية، انا خليتها بالنص بالظبط مية، وحطيت كمان التتبيلة كمان نزلتها عليها، وسايباها كده على نار عالية بغطيها. وبعد تاخد كده غلوتين بهدي النار واسيبها تكمل السوا بتاعها، وبتشرب المية. بتقلبيها بقى الناحية التانية، بتاخد نفس درجة اللون، ولا دخلتها الشواية ولا الفرن ولا الكلام ده كله، على البوتاجاز بتغلي كويس. اهدي النار واسيبها لحد كده ما تشرب المية بتاعتها، وبتاخد اللون ده. بتقلبيها الناحية التانية بتاخد اللون، مش محتاجة انها تخش تحت الشواية. وطبعا الصوص اللي نازل منها ده طعمه جميل جدا، يعني ده انا كمان حطيته في طبق لوحده، بيبقى طعمه خطير بجد. طريقة سريعة وسهلة وطالعة بنفس ريحة وطعم المشوية. لو انت عايزة بقى تولعي فحماية وتطفيها كده بشوية زيت، هتديكي نفس ريحة الفحم، بس هي مش محتاجة.
لو لقيتيها محتاجة ان هي تخش في الفرن تحت الشواية دخليها، بس انا معايا ما دخلتش الفرن، قلبتها الناحية التانية اخدت نفس اللون اللي انتوا شايفينه. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.